السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه لكم. يا رب يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم ويكون سهل ولطيف ويكون عند حسن ظنكم. اللهم امين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، امين. انا وكل السامعين يا رب، اللهم امين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. دعوة حلوة منكم كده بصلاح الحال، وان ربنا يكبر بخاطري، وان اكون عند حسن ظنكم، اللهم امين. هعمل معاكم النهاردة الغدا. هو ينفع غدا وينفع عشاء وينفع فطار كمان للناس اللي بتحب الاكل الحرش. تمام. معايا هنا صدر فرخة جايباه، انا قلت اقطعه معاكم عشان تعرفوا الطريقة يعني. انا اشتريته من كده ورحت مقطعاه زي ما انتوا شايفين في الصورة، بقطعه شرايح شرايح كده بالطول. اللهم بارك، عمل معايا كمية محترمة واتغدينا. اللهم لك الحمد، بنحمد ربنا على كل حاجة فيه، ما فيش الحمد لله. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الحمد لله الحمد لله ان احنا عندنا، وده فضل ونعمة وستر من عند ربنا ان انتي تصحى من النوم كده تلاقي اكل وتلاقي وجبة، ده فضل ونعمة من عند ربنا. في ناس تانية مش لاقية، في ناس تانية مش معاها، مش في مقدرتها ان هي تجيب. اللهم اجعلها نعمة واحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. هنا هعمل التتبيلة بتاع الفراخ. هبشر بصل. بصي لو عندك كبة ده كله في الكبة مش هياخد معاكي وقت. في المبشرة بشرت بصل وطماطم وفلفل وقطعته صغير يعني. تمام زي ما انت شايفة كده. يا ريت تشجعوني، والله العظيم انا بتعب في الفيديوهات دي، مش عايزه اقول لكم قد ايه انا بتعب فيها، وبحاول على قد ما بقدر ان انا بنزل لكم فيديو. على فكره ده مجهود كبير والله، والناس اللي شغاله في الفيديوهات وعندها قنوات عارفه الموضوع ده. ماشي. وهنا حطيت على الخلطه ملح، كمون، فلفل، علبه زبادي، معلقه خل، معلقه زيت. تمام. اقلب ده كله في بعضه. انتي ممكن في طريقه تانية، بس انا بقى بصي انت اللي موجود عندك اعمليه. انا بمشي نفسي بكده، اللي موجود بمشي نفسي بيه. مش شرط ان انا لازم أنا اجيب واكلف نفسي، لا. اي حاجه موجوده عندك هتتصرفي وهتعملي. عندك زبادي ومستردة ومايونيز ممكن برضو تعمليه، بتبقى طعمها برضو جميل وحلو. ومعلقه كاتشب بتبقى تحفه. عندك ما عندكيش الكلام ده وعندك بصلايه وطماطميه، اعمليها تطلع تتبيله تحفه وجميله. يعني ما توقفيش نفسك، الدنيا مش بتقف. والله العظيم البطن والمعدة ما بتقول على حاجة لأ. يعني انتي اي حاجة هتاكليها هتشبعك وهتشبعي وهتقضي يومك وهيبقى زي الفل. ما فيش حد عارف انتي كلتي بقى، انتي شربتي بقى، ده كلها حاجات يعني بسيطة. اهم حاجة ان الواحد يكون بصحة، وان هو يكون ربنا يبعد عنا المرض، وان ربنا يعني يسترها معانا. دي اهم حاجة. هنا حطيتها بقى في التتبيلة وحطيتها او حطيت عليها كيس كده. هنا معايا بيضاية. ما عندكيش بيض يا ستي، ممكن التتبيلة اللي انت عاملة فيها، اللي انت شايفاها اللي انا عملتها فيها دي، تحشي منها الشرايح الفراخ وتعملي فيها. تمام. يعني لو ما عندكيش بيض عادي، بصي ما توقفيش نفسك على اي حاجة، كل حاجة بتنفع وفي اي حاجة هتنفع. هنا اهو بصوا خدت مية من التتبيلة دي ورحت مقلباها عشان ما عنديش حليب. بصي هنا بقى بصمات، وهنا شوية دقيق. ممكن تعمليها بالبصمات بس، وممكن تعمليها بالدقيق بس، وممكن تعمليها بالدقيق والبصمات. انا عايزه اقول لكم انا عملت شويه بالبصمات ودقيق وشويه بالدقيق بس، والله العظيم اللي بالدقيق احسن من اللي بالبصمات. مش مفيش اي فرق. بنزل بيها. بصي باخدش القطعه كده وبنزل فيها بالخليط بتاع البيض اهو، بروح حطها في الدقيق وبروح نازله تاني بيها في البيض على البصمات زي ما انت شايفه كده اهو. وبروح حطها بقى، يكون عندي طبق كده بروح رصه فيه.
زي ما انت شايفة بحطها في البيض، هطلعها من البيض احطها في الدقيق، ومن الدقيق احطها في البيض تاني، واروح احطها في البقسماط. لو هتعملها بالدقيق بس بتكرر الحركة دي مرتين، بتحطيها في الخليط اللي هو البيض، وترجعي تحطها في الدقيق، وترجعي تحطها في البيض تاني، وترجعي تحطها في الدقيق. فاهمة؟ يا رب اكون وصلت لكم المعلومة. وبعملها كده تمام، بكررها بقى في كله بنفس الطريقة اهي، بس بقسماط بنفس الطريقة كده وبنفس الشكل. ده اللي بالبقسماط اهي، وده اللي بالدقيق بس اهو. انتي انا حطيت طاسة، الطاسة بتاع الشعب المصري كله، محدش بيقدر يستغنى عنها. هحط فيها زيت، الزيت هيسخن معايا كويس، هنزل بيها في الزيت على طول، في زيت سخن اهو. هتاخد معايا لون من الجنبين، هبدأ اطلعها. دي بقى شوية مكرونة بصلصة، شوية بطاطس وعيش وشوية مخلل، هتبقى جميلة وتحفة. هتحطيها مثلا في اللانش بوكس الصبح، هتبقى جميلة ومش مكلفة خالص. عملت معايا قطع كتير وكمية كبيرة، اللهم بارك. يعني انا قعدت اعدهم ما شاء الله اللهم بارك، تقريبا 15 قطعة او اكتر على فكرة. ده هنا كده اللي بالبصمات. هبدأ بقى اعمل اللي هو بيديه بس اهو. دي نفس الطريقة، بنزل فيه بالزيت على طول. وعلى فكرة مفيش اي فرق، هو طلع ده زي ده والاتنين واحد اهو. والاجنحة والحتة اللي هي فوق دي بصوا، خدت كل حاجة في الصدرين. انا جايبة صدور الكيلو ب110، هما جوز الصدور دول كانوا كيلو بس، عملوا كمية. احنا ما شاء الله يعني 8 افراد كلنا كلنا. ومكرونة بقى قلم. ما رضيتش اعمل معاكم المكرونة عشان عملتها معاكم قبل كده كذا مرة. ماشي اهي. اول ما تاخد لون ببدأ اخرجها. بصي بقى، التتبيله اللي انت كنت حاطه فيها الفراخ مش بنرميها، مجرد ما بتخلصي قليه بتروحي مفضياها، بتروحي كبه الزيت يعني ناقصه زيت، تروحي بقى حاطه الخليط ده في باقي الزيت بتاع الفراخ اللي انت قلتي فيه، ومعلقه صلصه، وتفرجي بقى على الطعم والحلاوه. انا عايزه اقول لكم دي اتاكلت قبل الفراخ، جربوها. وشويه خل وبألف هنا، تحفه اهي. وتقلبيها وتروحي بقى حطها بقى في الطبق. بصوا شكلها جميل اهي، اللهم بارك. بصوا مش بتحطي كمية الزيت كلها. هنا بقى المكرونة مرضتش اصورها معاكم. انا بقى كنت بغرف، والبصل المخلل اللي انا كنت مخلله مرضتش انزله. ان شاء الله لما اجيب مخلل هنا هعمله معاكم. بصوا هنا مكرونة، بصوا اللهم بارك. بصوا الصوص ده تحفة، تحطي فيه كده جميل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم اجعلها نعمة واحفظها من الزوال. اللهم لك الحمد، اللهم امين يا رب. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ومع السلامة.